العالم كله اتدمر بسبب عمالقة مرعبين محدش قدر يهزمهم لأكتر من 50 سنة. جيوش العالم استخدمت كل الأسلحة حتى النووي، ومع ذلك محدش قدر يوقفهم. لكن مجموعة صغيرة من الناجين اكتشفت صدفة سر غريب جدا، سر ممكن يحول أقوى وحش في العالم إلى حجر في ثواني. فهل الاكتشاف ده هيغير مصير البشرية أخيراً، ولا الأمل ده هيكون مجرد وهم جديد؟ القصة بتبدأ بصوت راجل بيسترجع ذكرياته عن اليوم اللي الدنيا كلها اتغيرت فيه. الراجل بيقول إن عمره كان حوالي 25 سنة وقت ما الكارثة بدأت. يومها السما فجأة تبدل لونها بشكل غريب، منظرها بقى مرعب ومقلق، والناس في كل مكان اتملكهم الذعر، لأن محدش كان فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. العلماء وقتها حاولوا يلاقوا تفسير سريع للي ظاهر في السما، وأول احتمال خطر في بالهم إن الجسم الغريب ده ممكن يكون مذنب ضخم أو كويكب ماشي في طريقه ناحية الأرض. الفكرة دي لوحدها كانت كفيلة تخلي العالم كله يعيش في حالة رعب، لأن اصطدام حاجة بالحجم ده بالكوكب ممكن يمسح الحياة كلها. وابتدت التحليلات والحسابات، كلام عن المدارات والجاذبية وسرعات التصادم، وكل فريق علمي بيحاول يفهم المسار الحقيقي للجسم ده. لكن كل ما كانوا يحللوا أكتر، الصورة كانت بتبقى أعقد. الوقت عدى والوضع بدل ما يهدى بقى أسوأ. الجسم الغريب فضل ظاهر في السماء سنين طويلة، ومع مرور الأيام كان واضح إنه بيقرب أكتر وأكتر من الأرض. 5 سنين كاملة والعالم عايش تحت التهديد ده. كل يوم الناس تبص لفوق وتشوفه أكبر شوية وأقرب شوية، وكأن اللحظة اللي هتتغير فيها حياة البشر للأبد بقت قريبة جداً. العلماء نفسهم ما قدروش يتفقوا على تفسير واحد، كل واحد فيهم كان عنده نظرية مختلفة، وكل توقع بيخالف التاني. الحكومات حاولت تهدي الناس وتسيطر على الخوف اللي منتشر، لكن القلق كان أكبر من أي بيانات رسمية أو تطمينات. الحياة في العالم كله اتقلبت توتر وخوف، والناس بقت عايشة على أعصابها، مستنية اللحظة اللي ممكن يحصل فيها أسوأ كابوس. ومع مرور الوقت حصل شيء غريب، البشر بدأوا يتعودوا على المنظر. الجسم الغامض بقى جزء ثابت من السماء، والناس بالتدريج رجعت تمارس حياتها اليومية رغم القلق اللي جواهم. لكن الهدوء ده ما استمرش كتير. في لحظة واحدة كل حاجة اتغيرت. الجسم ده اصطدم بالأرض، ومع الاصطدام حصل شيء مرعب محدش كان متوقعه. السماء نفسها اتشققت كأنها اتفتحت فجأة، وظهرت شقوق ضخمة في كل مكان. من الشقوق دي بدأت تفتح بوابات غريبة، ومن جوه البوابات خرجت مخلوقات عملاقة مرعبة. العمالقة دول انتشروا في العالم بسرعة رهيبة، وفي وقت قصير جدا بقى واضح إن البشرية بتواجه كارثة أكبر من أي شيء حصل قبل كده. خلال دقايق قليلة بس العالم بقى مليان